هو ايه الفرق بين السومو ديد ليفت والديد ليفت العاديه؟ الفرق بكل بساطه وضع القدم في السومو بيكون اوسع من العاديه زي ما موضح قدامك في السومو، تباعد واضح جدا. اما في التقليديه بيكون القدم بمسافه الهيب بون. في ناس بتقول ان السومو اسهل من العاديه لان مع اتساع مساحه رجلك بتقلل المسافه بين البار وجسمك وبتخلي المدى الحركي بتاعك بيكون اقل. توقيت الرفع بيكون اقل من العادي. بس لو الكلام ده صحيح كنا شفنا الارقام القياسيه لرافعي الاثقال اعلى في السومو من العاديه، وده اللي بيأكدوا ان الارقام القياسيه زي هافتر بيورسون الشخص ده شال 1104 رطل اللي هو باوند تقليدي بالديد ليفت العاديه. يبقى ده بيثبت لنا ان السومو مش سهل ولا حاجه. طب ايه الافضل؟ هل السومو ديد ليفت ولا الكونفنشنال او التقليديه؟ هي مش قصه افضل، هي بكل بساطه الديد ليفت العاديه الجذع بتاعك بيكون اقرب كتير للتوازي مع الارض، كمان المدى الحركي بتاعها بيكون اكتر من السومو. ده بيعمل تحدي للهامسترنج والجلوتيوس، يعني بيكون استهداف الهامسترنج والخلفيات والمؤخره اكتر بكتير من السومو، نظرا لان الهيبس بتتحرك لمسافه اطول من السومو في الوقت اللي بتقضيه في كل حركه بيكون اطول بكتير من السومو، فده بيحط استهداف وضغط اكبر على منتصف الظهر واسفل الظهر. اما السومو المدى الحركي بيكون اقصر، فده بيخلي الجذع مستقيم اكتر، فبيكون الجلوتيوس والهامسترنج بيكون استهدافهم اقل، فيعتبر السومو اقل فعاليه في نمو العضلات دي. لكن في نمو الكواد والهيب ادكتور بيكون استهدافهم اكبر في التمرين اكتر ما بنتمرن التمارين العاديه او الديد ليفت العاديه. طب ايه الافضل؟ هل السومو ديد ليفت افضل ولا الكونفنشنال ديد ليفت افضل؟ لو هدفك بناء عضلات جلوتيوس وهامسترنج فالديد ليفت العاديه احسن حاجه ليك. اما لو انت رافع اثقال وهدفك رفع الاثقال وكمان بتنافس في رفع الاثقال بار كلين اور سناتش، يبقى لازم تتمرن وتدخل في روتينك الديد ليفت التقليديه. وضع بنيتك الجسديه او البودي ستراكشر بيكون مهم جدا عشان يحدد ايه الانسب ليك. فلو انت دراعك طويل ورجلك قصيره فالديد ليفت التقليديه بتكون افضل لك. ولو انت مبتدئ يبقى برضه لازم تتمرن ديد ليفت العاديه عشان هي اللي هتعلمك الاساسيات ووضعيه الحركه. اما لو عندك مشكله في اسفل الظهر فبيبقى السومو انسب ليك علشان الضغط الكلي على الظهر بيكون اقل والجذع بيكون اكثر استقامه. ولو انت رجلك طويله ودراعك قصير فالسومو برضه بيكون انسب ليك. كلتا الحالتين لو انت ما عندكش اي اصابات تمنعك من انك تديد ليفت اوعى تحرم نفسك ولا جسمك من قوه وفوائد الديد سواء السومو او العاديه. وعلشان تتعلم الاداء الصحيح من A to Z لازم تشوف فيديو الديد ليفت من اقوى واحسن الفيديوهات اللي عملتها في حياتي حرفيا. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي سوبر سيل لايك في كومنت، مش خساره فيا.